ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. فيديو النهارده ان شاء الله مميز جدا، هنحضر فيه مع بعض صلصه الطماطم. هنعملها ونخليها جاهزه عندنا في الفريزر. احنا طبعا داخلين على عيد الاضحى، كل عام وانتم بخير. فهنحتاج عصير الطماطم اكيد كتير مع الخضار مع المحاشي. والفتره دي ان شاء الله الطماطم جميله صراحه في السوق ورخيصه، فهنستغل الفرصه وهنعمل منها كميات ونخليها عندنا في الفريزر. انا عامل صراحه المره دي 8 كيلو، ومره تانية هكمل برضو كميه تانية. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، ولكن بيبقى لها تكات كده لازم نخلي بالنا منها عشان تبقى ناجحه معاكي ومظبوطه وتكون احلى من الجاهزه ان شاء الله. طبعا بتقعديها معاكي من السنه للسنه، مش بيجرى لها اي حاجه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وهنشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان احنا لما بنيجي نختار الطماطم اللي هنفرزها، بنختار الطماطم اللي بتبقى المطاوله، اللي هي يسموها الطماطم البلحه، اللي بتكون مطاوله شويه، بتبقى ميتها قليله وبتبقى فيها لحم كتير، عشان تعمل لك كميه كبيره، يعني كميه كويسه من الصلصه. معانا الطماطم بتاعتنا مغسوله ومتنضفه كويس. بناخد الطماطميه وبنشيل القمع بتاعها، بنشيل القمع اللي فوق ده بالشكل ده كده، وبنعمل علامة اكس كده او علامة زائد في كل طماطمايه. وبنحطها في حلة تكون حجمها كبير، شايفين بالشكل ده كده. كل كمية الطماطم قطعناها زي ما قلنا، شقيناها كده علامة اكس زي ما اتفقنا. وهجيب واحدة بنجر هقشرها وهي سليمة كده، مش هقطعها، هعمل فيها شقوق كده بالسكينة عشان انا عايزة اللون بتاعها بس، وهشيلها بعد كده وهي سليمة. انا مش هقطعها عشان كده، وهحطها وهي سليمة في الحلة. ومعايا كمان قرن فلفل احمر رومي متقطع مكعبات كبيرة كده، ومعايا هنا كمان ثمرة بطاطس متقطعة مكعبات، ده اللي هيديها النشا الطبيعي بتاع الصلصة. تمام. هتحطي على كل 5 كيلو طماطم واحدة بطاطس. هنحطها على نار عالية في الأول، وهغطي عليها الحلة. مش هحط عليها أي مية ولا أي إضافات غير كده لغاية ما تبدأ الطماطم تنزل ميتها وتبدأ تغلي. ههدي النار عليها شوية. الطماطم كده بدأت في الغليان، ببدأ أهدي النار وبغطي الحلة وبسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها لغاية ما البطاطس تستوي وتتهري خالص. هنتابعها كل شوية لغاية الطماطم ما تستوي خالص، ونلاقي القشرة بتاعتها بقت تنفصل خالص عن هي الطماطم استوت، بس انا لازم اسيب البطاطس لما تتهري خالص، عشان النشا بتاع البطاطس هو اللي هيشرب المية او يقلل المية اللي على الطماطم. المية دي كلها نازلة من الطماطم، انا ما حطيتش عليها اي مية. ومية الطماطم دي يا جماعة مش هنصفيها، يعني هي اللي فيها الفايدة كلها. كده الطماطم بتاعتي استوت خالص، بتطلع بسهولة كده، تعرفي ان هي كده خلاص استوت. هطفي النار عليها وهسيبها شوية بس تهدى عشان اضربها في الخلاط. والبطاطس كمان بقت مهرية. بعرف ازاي ان الطماطم استوت؟ بلاقي القشرة بتاعتها بتطلع لوحدها كده، بعملها بالمعلقة كده، بتلاقي القشرة بتطلع لوحدها بالشكل ده. لو لقيت القشرة لسه ماسكة في اللحم بتاع الطماطم تعرف ان هي لسه عايزة شوية. بعد ما طفينا النار وسبناها هديت شوية،
هشيل بقى وحدة البنجر، بصوا بنطلعها سليمة زي ما هي كده. شكرا، اخدنا كده اللون اللي احنا محتاجينه منها. مش هنضربها مع الطماطم خلاص. بس بصوا اللون ما شاء الله، اللون عامل ازاي، جميل جدا. هناخد بقى الطماطم ونضربها في الخلاط على مراحل او في الكبة، يا اما تضربيها بالهاند بلندر وهي في الحلة كده في مكانها. انا معايا الهاند بلندر اهو، هضربها بيه. لازم نخليها ناعمة جدا، ماشي. هنضربها في الخلاط او في الكبة او بالهاند بلندر اللي يريحك. بعد ما ضربتها بالهاند بلندر ما شاء الله تخينه، احنا لسه ما عملناش الصلصه ولسه ما رجعناهاش على النار. وشوفوا ما شاء الله كثافتها عامله ازاي. هنحطها بقى في مصفى، هنحطها في مصفى تحتها بوله ونصفيها عشان لو فيها بذرايه قشرايه كله ايه يطلع. طبعا بعملها كده على مراحل حبه حبه لغايه ما بخلص الكميه كلها. شايفين ما شاء الله الحبه اللي صفيتهم تقيله مركزه وناعمه. البطاطايه اللي حطيناها برضو النشا بتاعها خلى فيه سميكه كده وناعمه قوي. هكمل الكميه بقى كلها صفيها وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، دي كميه عصير الطماطم اللي طلعت من ال8 كيلو طماطم. تمام، احنا لسه ما عملناش صلصه، احنا صفيناها ولسه هنرجعها على النار تاني. تمام كده. وعشان نعرف كمان ان مرحله الخطوه بتاعت اللي احنا نصفيها مهمه، لازم نشوف برضو كميه القشر والبذر اللي طلع منها. شايفين؟ يبقى لازم فعلا نصفيها. هنغسل بقى الحله بتاعتنا اللي عملنا فيها الطماطم وهنرجعها تاني على النار. غسلنا الحله بتاعتنا تاني وهننزل بالصلصه في الحله. الله تقيله ازاي، وهي لسه ما تسبكتش كمان، لسه تغلي غلوتين كده على النار. هننزل بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر كماده حافظه. الصلصه بدات تغلي على النار، هنهدي النار حاجه بسيطه وهنخلي الغطا عليها، بس هنخلي الغطا مش مقفول خالص، هنخليه موارب كده شويه، بس علشان نحمي البوتاجاز هيتبهدل لانه هي بتغلي كده بقت تقيله، فهتعمل فقاعات كده وهتطلع بره يعني هتنفش بره على البوتاجاز. وهنسيبها على النار كده تغلي غلوتين وبعدين نشوف هنعمل ايه. كده خلاص طفينا النار عليها وهنسيبها بقى لغايه ما تبرد خالص عشان نبدا نعبيها في اكياس لما تبرد خالص. حبايبي ده شكلها بعد ما بردت خالص. معانا هنا مج كبير، بحط الكيس كده جواه وبملى الكيس. لو انت ما شاء الله يعني عيله مثلا كبيره شويه بتحطي في كل كيس للاكله الواحده كوبايتين ونص، اللي هو المج بتاع الشاي العادي ده، بتحطي كوبايتين ونص منه في الاكله. لو انت مثلا عندك في البيت عروسه جديده او يعني حد فردين بتحطي كوبايه ونص بس للاكله. طبعا لو بتعملي محاشي او حاجه زي كده بتحطي بقى مثلا بتضعفي كميه الصلصه، بتحطي كيسين او حاجه حسب كميه المحشي اللي انت عاملاها.
وهكمل باقي الاكياس وارجع لكم. بعد ما خلصنا الكمية كلها في الاكياس بنقص كده الجزء ده، ما يبقاش له اي لازمة عشان ما يبقاش اخد مكانه، عشان ما يبقاش الشكل ايه مش ظريف. ودي كمية الصلصة اللي طلعت من 8 كيلو طماطم، ما شاء الله هتبقى جاهزة عندك وفي بيتك. هتحسي يعني بجد ان انتي تعبتي دلوقتي وانتي بتعمليها، ولكن بعد كده ارتحتي. كل ما تيجي تعملي اكل او عندك عزومة او مستعجلة وتطلعي كده من الفريزر وتحطي على طول في الحلة، هتلاقي الدنيا سهلة قوي عليكي وتعرفي قيمة يعني ان انتي فعلا عنديها وجهزتيها عندك. عشان بقى تستخدميها في الخضار او في المحاشي، اولا بتطلعي الكيس من الفريزر بتقلي البصلة او الثوم حسب ما انت بتطبخي طريقتك يعني، وتحطي كيس الصلصة عليه بس تغلي كده، وتنزلي بالشوربة بتاعتك اللي هتحطيها وتحطي بقى الخضار بتاعك. صلصة الطماطم اليومين دول حلوة قوي، فاستغلوا فعلا الفرصة. جيبي 5 كيلو واعمليهم وجهزيهم، ومرة تانية اعملي 5 كيلو تانيين. جميلة جميلة بجد، ريحتها وهي بتتعمل جميلة جدا. والله دقت طعمها مسكر كده وجميلة ما شاء الله. وبكده خلصنا مع بعض فيديو النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم الفيديو. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ولو اول مرة بتشوفوا قناتي اتمنى تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.